هناك نقود عربية مسلمة تنفق لدعم الحرب، وأياد عربية تستطيع حمل الأسلحة والقتال. جملة كنت أريد سماعها في حرب غزة، أصوات تستطيع قول حي على الجهاد، ولكنني سمعتها الآن، ولكن للأسف في السودان. مسلم يقتل أخاه المسلم بدعم من أخ آخر مسلم، لا يقتله فقط بل يتلذذ بتجويعه وتعذيبه وقتله، وفعل أفعال لا يفعلها مؤمن بالله وباليوم الآخر، وهو متلذذ فرحا بهذا. وكالعادة جميعنا حضور غائب، نسمع ونرى، لكننا كموتى لا نتحرك، كغثاء السيل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الفجار في السودان؟ هل المستضعفين أهلكم أولى برصاصكم أم أعداء الله ممن يقتلون إخواننا في غزة؟ ولكن ما الفرق؟ فكلاكما وجهان لعملة واحدة، وأنتم أولياء الشيطان في الدنيا، فانتظروا عذاب الله يوم أن تجمع الخصوم. وخصومكم كثيرون يشتكون جرمكم الآن، ويشتكون صمتنا أيضا، ويخبرون الله بكل شيء. لماذا يا إمارات؟ أليست تلك الأموال أولى أن تنفق في تعمير غزة أو سد جوع وعجز المسلمين المستضعفين في السودان، بدلاً من أن تصرف في تعذيبهم وقتلهم؟ عند الله ستجتمع الخصوم. حسبي الله ونعم الوكيل.